السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهاردة هنعمل جاتو شاتو الكريم كراميل. طريقة سهلة وبسيطة وسريعة ومنجزة وبتنقذ في وقت زنقة. معايا هنا المقادير موجودة معايا: كوبايتين ونص من الدقيق، معلقة كبيرة من البيكنج باودر، معلقة من الخل، فانيليا، 3 بيضات، معايا باكيتين من بودرة الكريم كراميل مع الصوص بتاعها. معايا هنا للصوص كوباية لبن، كوباية زيت، كوباية من السكر، ومعايا برضو هضيفه على دي معلقتين كبار من النشا. معايا هنا صينية مقاس 30 في 40، هو صاج 30 في 40 مبطن بالزبدة والزيت والدقيق. هعمل بقى الصوص الأول. هنجيب كوباية اللبن، عليها الزيت، عليها كوباية السكر، وهنزل بالاتنين باكت كريم كراميل، بودرة الكريم كراميل، وهضربهم في الخلاط. على ما نضربه بقى هنضيف كل المواد الجافة على بعض: كوبايتين ونص من الدقيق، معلقتين من النشا، معلقة كبيرة من البيكنج باودر، ذرة من الملح. تمام، بين طراطيف صوابعك كده، ونحط ذرة من الملح. هنقلبهم ونضرب المكونات اللي هي بتاع الصوص. هجيب كوباية ونص، او هاخد كوباية ونص، مقدار كوباية ونص من الصوص ده، وعينه على جنب، احطه في التلاجة لحد ما اجي استخدمه. كده اخدت كوباية ونص، هعينهم على جنب. هاجي بقى اعمل خليط الكيك. هاخد بقية الصوص واضيف عليه البيض وفانيليا والخل، وهضربهم في الخلاط لحد ما يفتح لون الخليط. هضربهم كويس جدا لحد ما لون الخليط يبقى فاتح. تمام بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. هجيب بقى الطبق اللي فيه الدقيق وهصب عليه الخليط ده بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. كده هنزل بكل الخليط السائل. هو كده تقيل معايا، فانا هزوده شويه من اللبن وشويه من السكر وشويه صغيرين من الزيت. تمام، وهقلبه لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. كده القوام اللي انا عايزاه. هنزل بيه بقى في الصينيه، وطبعا احنا مسخنين الفرن على درجه حراره 180 درجه. هنحطه على الشبكه في الرف الاوسط نص ساعه ونبص عليه، لان هو مش هياخد اكتر من نص ساعه، لانه طبقته مش عاليه، طبقته رقيقه. تمام، هنفرغ الهواء ونسويه بقدر الامكان عشان ما تبقاش في حته عاليه وحته اقل، وندخله الفرن على درجه الحراره 180 زي ما قلت لحضراتكم، مع الفرن ساخن قبل كده. وهو ده شكله بعد ما طلع تقريبا، هو نص ساعه بالظبط وطلعته. هسيبه يهدى شويه وبعدين اخرمه من جميع الجهات علشان هسقيه لبن. تمام، اكون مجهزه كوبايه ونص من اللبن المحلى وهسقيها بيه. هنخرمه الاول بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. كده خرمه كلها، يعني بحيث وخصوصا الاحراف، عشان الاحراف بتبقى شويه فيها نشفان شويه، عشان تشرب كويس وتطرى. كوبايه ونص من اللبن هحليهم بالسكر بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده كده، وهروح ايه ساقيه موزعاها عليها كلها، وهسيبها على جنب شويه. تمام، لحد ما تشرب. طبعا مش وهي سخنه، وهي هاديه، يعني احنا بنسقيها بعد ما تهدى شويه. خلاص دخلتها التلاجة حوالي نص ساعه، وبعد كده جبت الكريم كراميل اللي انا كنت عيناه قبل كده. حطيت عليه شويه من اللبن، خففته، وبعدين اخدت وزعته على الصينيه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده كده. تمام، هي بتبان الاول ان هو خفيف، وان هو مش يعني مش هيبقى كفايه ولا حاجه، هو بيتقل بعد ما بيبرد، ويعني بعد شويه كده بيبقى تقيل. هنحط الصوص الكراميل باي شكل بقى حضرتك عايزاه وحباه. انا حابه باي شكل عشوائي. تمام، ممكن تعمليه خطوط بالطول كده، وتمشي عليه بالخله رايح جاي، هيديك التجزيعات دي، او تعمليه زي ما انا عملته كده، اي شكل عشوائي وخلاص. المهم ان يكون في النهايه شكله حلو وهي طعمها جميل. هندخلها بقى التلاجة شويه كده تهدى مع نفسها وتشبع من نفسها، وبعدين نقطعها. سمكها مش عالي قوي، بس طعمها جميل ومنقذة في وقت الزنقات وسريعة. واتمنى لو انتوا وصلتوا معايا لحد كده ما تنسونيش في اللايك والاشتراك، واتمنى ان كل ما قدمته في القناة يكون بينول اعجاب حضراتكم.
وبتستمتعوا بيه وبتستفادوا منه ولو بالقليل. شكرا لحضراتكم، وإلى اللقاء في فيديو جديد.